أشعة الشمس وقت الظهيرة مهمة جدا عشان مناعة كبار السن. طب ازاي الكلام ده يا دكتور؟ اللي احنا عارفينه ان الأشعة الفوق بنفسجية ما ينفعش نتعرض لها علشان في مخاطر كبيرة جدا منها. التعرض المباشر بيكون من 10 دقايق ما يزيدش عن ربع ساعة في التوقيت من 10 صباحا لغاية الساعة 2 الظهر. ولازم ما نستعملش صن بلوك. استعمال الصن بلوك بيمنع مرور الالترا فايلوت داخل الجلد، وده اللي بيمنع تصنيع فيتامين دي. ولو اضطرينا نقعد اكتر من ربع ساعه نبقى نحط صن بلوك، ده عشان الالترا فايلوت هو اساس تكوين فيتامين دي في الجلد. مش بس فيتامين د اللي بيرفع مناعه كبار السن، التغذيه الصحيه السليمه مهمه جدا. الخضار، الفاكهه، الحاجات الدافيه، في بعض المشروبات بترفع المناعه بشكل كبير جدا. نهتم بيها لكبار السن، هيفرق معاهم جدا في فترة الإنفلونزا وفترة الشتاء. وزي ما كانوا زمان بيهتموا بكل تفصيلة في حياتنا، جه وقت رد الجميل. الحفاظ على النظافة الشخصية، غسيل الإيدين قبل الأكل وبعد الأكل مهم جدا وبيحمي بنسبة كبيرة جدا من العدوى. تهوية ونظافة المنزل مهمة جدا علشان الحماية من الميكروبات. مصل الإنفلونزا الموسمي بيتاخد سنويا، مهم جدا لكبار السن، بيقلل فرص الإصابة بالإنفلونزا. وفي حالة الإصابة، الخطورة اللي اتكلمنا عليها مع كبار السن والأمراض المزمنة بتقل جدا، والأمور بتعدي أبسط مما تتخيل. وما تنسوش تتابعوني دايما مع دكتور أحمد غنيم، معلومة جديدة ومفيدة.